هو ليه الشاحنه دي تعتبر افضل شاحنه في تاريخ شاحنات المرسيدس كلها؟ خليني اقول لك ان دي مرسيدس اس كي، او زي ما بسميها شاحنه الاجداد. والاس كي دي بدا انتاجها من اواخر 1988 لحد سنه 1998، وده بالنسبه للشكل الجديد منها غير الشكل القديم، لان في الشكل الخارجي كانت اجمل من الشكل القديم، لان حصل تعديلات في الايروديناميك والشكل الخارجي، بجانب ان دخول بعض الالكترونيات والاعتماد على التكنولوجيا بشكل اكبر في تشغيلها. ولكن ده طبعا كان طفره عاليه جدا بالنسبه للوقت اللي نزلت فيه. بالنسبه لمحرك مرسيدس الاس كي، كانت بتنزل بمحرك متطور عن الموديل الاقدم منها، الا وهو محركات الاو ام، واللي نزل منها اربع فئات: الاو ام 441 و442 والاو ام 401 و402. ولكن اشهر فئه في محركات الاو ام هو الاو ام 442، واشهر محرك فيها هو محرك ال8 سلندر 380 هورس باور، اللي احنا سمينا تريلا كامله باسمه، وكان بينزل في الجرار الايقوني لجرارات الاكتروس، الا وهو الجرار ال38. اما بالنسبه للمحرك الثاني فهو محرك ال 440 هورس باور، اللي كان بينزل في اقوى اس كي بالنسبه لنا، الا وهي ال 1844. وبالرغم من انها كانت محركات صغيره في الهورس باور بالنسبه طبعا للارقام اللي بنشوفها دلوقتي في الشاحنات الجديده، الا انه كان فيه عزم وباور عالي جدا، وده بسبب سعه المحرك الكبيره اللي كانت بتوصل لحد 14.6 لتر، يعني 14600 سي سي، فبالتالي بتاخد اعلى عزم ولكن استهلاك جاز عالي. واكتر حاجه ميزت العربيه دي انها معمره جدا، الله يطول عمرك. بالرغم من ان عمرها اكتر من 35 سنه الا انها شغاله لحد دلوقتي، بل وكمان ماسكه سعر. وده طبعا بسبب توفر قطع الغيار وان صيانتها سهله جدا مقارنه بالاكتروس الحديث، لان نظام التكنولوجيا اللي فيها كان بسيط وسهل على اي فني انه يشتغل فيها. وبالنسبه لسعر المرسيدس الاس كي في السوق المصري، فالست عجل منها بيكون سعرها في رينج 1,350,000، وده طبعا ممكن يزيد او يقل حسب الحاله والموديل. اما بالنسبه للايقونه العظيمه الجرار ال 38، فسعره في السوق المصري بيكون بمتوسط 2,600,000 2,700,000، وطبعا الارقام دي بتكون متوسطات، لان ممكن السعر يزيد او يقل حسب الحاله والموديل.